المهندس سعد الحسيني، ايه رأي حضرتك في غلق القنوات الدينية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. خلق القنوات الدينية جزء من مخطط تقوم به أجهزة الأمن المصرية أو النظام المصري للتعامل مع الانتخابات المصرية التي على الأعتاب. الدولة بتكلف أجهزتها كلها لأن تستعد للانتخابات، وكان من ضمن صور الاستعداد هي ما قامت به وزارة الإعلام التي رأسها الوزير أنس الفقي. فكان محاولة السيطرة على الرسائل الجماعية في الSMS، وكان عدم السماح للفضائيات بالتحرك في الميدان، والاشتراط وجود إذن مسبق لاستخدام طبق أو دش فضائي لبث المباشر من الساحات ومن الميدان، وهذا ما حدث في الانتخابات السابقة. وأيضا إغلاق الصحف المشهودة لها معارضة النظام المصري وفضح مخازيه مثل جريدة الدستور، مثل ما حصل في جريدة الدستور. وكانت رابعة الأثافي بدلا من الثالثة أن كان إغلاق القنوات الدينية. طبعا الغريب أن القنوات الدينية هذه أغلقت ولم يواكبها إغلاق القنوات الإباحية أو الانحلالية أو التي تدعو إلى الميوعة والخلاعة وتنتشر فيها الأفلام الفاحشة والأغاني الهابطة والموسيقى الماجنة، وتعرض فيها كل صور الخلاعة والمجون. فهذه لم يتعرضوا إليها. القنوات الدينية يعني لاقت قبولا عاليا في مصر وفي العالم العربي والإسلامي، على ما لنا فيها ملاحظات كثيرة. لكن في النهاية الحل لتجاوز هذه الملاحظات ليس إغلاق القنوات، ولكن يعني النصح أو الترشيد أو يعني التقويم. لكن الإغلاق هذا حيلة العاجز، حيلة الضعيف. طبعا هو يعني رأينا تعديل الدستور بحيث ان هو يمنع اي نشاط قيام حزب او نشاط سياسي على اساس ديني او اي مرجعية دينية. فالقضية هذه جزء من كل، فهم يرون ان القنوات الدينية اقبال الناس عليها وخلق حالة من التدين والتشبع بروح الدين هي في صالح الاسلاميين، وهم لا يريدون أن تمر الأمة بانتخابات عامة والشعب في هذه الحالة من الالتزام والاستماع إلى القنوات الدينية والتأثر الديني. فالحالة الدينية بصفة عامة تزعجهم، الحالة الدينية بصفة عامة يرفضونها، الحالة الدينية بصفة عامة يقاومونها، سواء في الجانب السياسي أو في الجانب العام أو في الجانب الديني المحض كما كان في القنوات الدينية. أنا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوجد لإخواننا هؤلاء مخرجا، وأن يبثوا الخير الذي كانوا يبثونه في قنوات أخرى أو من خلال يعني أقمار صناعية أخرى قد تكون لهم متنفس وأرخص وأفضل وتغطية ووصولا إلى الجماهير المصرية والمسلمة والعربية والمسلم. أيضا أنا أقول لبعض الدعاة الذين يعني قلة، يعني مش ليس الكثرة والحمد لله، القلة اللي هو يعني للأسف يعني سخروا بعض الأوقات في هذه القنوات في مدح النظام الحاكم أو مدح الحكام أو الاستسلام لهم باعتبار حتى لو كانوا فاسدين باعتبارهم ولاة للأمور يجب طاعتهم، ويلبسوا الحق بالباطل. وهذا الأمر يعني نقول لهم هؤلاء قد انقلبوا عليكم، ويعني من أعان ظالما سلط عليه، وأنهم يكرهون يعني مجمل الصحوة الإسلامية، سواء كانت سلفية أو يعني معتدلة أو صوفية أو إخوانية أو ما إلى ذلك. على أي حال نسأل الله سبحانه وتعالى
أن يعني تعود هذه القنوات قريبا سواء من داخل مصر أو من خارج مصر لتؤدي دورها في خدمة الدين والإسلام والشريعة، وجزاكم الله كل خير. جزاكم الله خير يا باشمهندس.